السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. من المرتقب أن يشهد المغرب يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 حالة جوية تميل إلى عدم الاستقرار في سياق الأجواء الشتوية المعتادة خلال هذه الفترة من السنة، حيث يتوقع تأثر عدد من مناطق البلاد باضطراب جوي قادم من شمال غرب المحيط الأطلسي، ما سينعكس أساساً على شكل تساقطات مطرية متفاوتة الشدة. في شمال المملكة ينتظر أن تكون الأجواء غائمة في معظم الفترات، مع تسجيل أمطار متوسطة وأحياناً غزيرة محلياً، خصوصاً بالمناطق الساحلية المتوسطية كطنجة، تطوان، المضيق والفنيدق، إضافة إلى الحسيمة ونواحيها. هالتساقطات قد تكون مصحوبة برياح معتدلة إلى قوية نسبياً، ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. أما على مستوى السهول الشمالية والوسطى بما فيها مناطق اللوكوس، الغرب، الشاوية، دكالة وعبدة، فمن المتوقع نزول أمطار متفرقة قد تكون معتدلة في بعض الفترات، مع فترات من التحسن مؤقت. التربة الفلاحية بهذه المناطق قد تستفيد من هالتساقطات، خاصة إذا استمرت على فترات متقطعة طيل اليوم. وفي المناطق الجبلية خصوصاً بالأطلس المتوسط والريف يتوقع طقس بارد نسبياً مع تساقطات مطرية مهمة، وقد تتحول أمطار إلى ثلوج فوق المرتفعات لتتجاوز 1800 إلى 2000 متر، خاصة خلال الليل والصباح الباكر. كما يحتمل تشكل الضباب الكثيف محلياً، مما قد يؤثر على الرؤية في بعض المحاور الطرقية الجبلية. بالنسبة إلى الأطلس الكبير الغربي وسفوحه، فالأجواء ستكون بدورها غير مستقرة مع زخات مطرية متفرقة، في حين تبقى فرص تساقطات أقل كل ما اتجهنا نحو الشرق والجنوب الشرقي، حيث يتوقع طقس مستقر نسبياً مع سحب عابرة واحتمال ضعيف لأمطار خفيفة ومحلية. أما الأقاليم الجنوبية فستظل في الغالب تحت تأثير أجواء مستقرة مع طقس مشمس إلى قليل السحب ورياح معتدلة أحياناً دون تسجيل تساقطات مهمة تذكر. درجات الحرارة خلال هذا اليوم ينتظر أن تعرف انخفاضاً طفيفاً إلى معتدل في المناطق اللي ستشهد أمطاراً، مع أجواء باردة ليلاً خاصة بالمرتفعات والمناطق الداخلية، في حين تبقى معتدلة نسبياً على السواحل الجنوبية.